الشماتة حرام ولا حلال؟ حلال ولا حرام؟ للزملكاوية حلال، لكن لينا احنا حرام. لكن الطبيعي انها على الكل حرام. الشماتة في المرض. طب الشماتة في لعيب كان المفروض انه هيلعب مع منتخب مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم معانا اعزائي ومشاهدي قناة تيكي تاكا في حلقة جديدة من برنامجكم تيكي تاكا. بنرحب باستاذ خالد وبكابتن خالد. الفل على حبايبنا الاهلاويه وكل جمهور الكره في مصر. زي ما عودناكم يعني احنا دايما بنتكلم كلمه الحق، وان شاء الله مش هنقول غير الحق. الشماتة ايه اخبارها؟ والله يا كابتن عمرو اللي اكتر من الشماته، يعني انت كده حرقت لنا اول خبر معانا. يعني تخيل لما يطلع حد كده مسؤول من نادي الزمالك، تخيل مين هو المسؤول الاول؟ هاني حتحوت. هاني حتحوت ده مش مسؤول من نادي الزمالك، ده اعلامي في نادي الزمالك. تمام، احنا بنقول يعني طالما اعلامي هو معروف انه زملكاوي، اذا هو باين في الصوره. بيقول يا جماعه ان تمثيليه امام عاشور اثناء خروجه من الملعب غير مقنعه. تمثيليه غير مقنعه، وعياطه ده تمثيل. علشان ما يروحش المنتخب مصر يعني. بالظبط. طب يعني بقيه اللعيبه ما مثلتش ليه؟ فالفكره اتدورت لان هي يعني ما بقتش بقى مجرد شماته، لا بقت اتهام بان الراجل ده بيمثل علشان ما يروحش المنتخب. بيمثل وبقى في كدمه في الساق ومده غياب هتتخطى السبع ل 10 ايام وممكن ما يلحقش. الله ينور سلمة كنزات. الله ينور عليك. كل الكلام ده وبيمثل. الله ينور وهجوم عليك. النادي الاهلي وبيمثل. الله ينور عليك. طب ما كان يروح بقى المنتخب، ما منه كده كده مش هيلعب الماتش. فده اول حاجه معانا يعني على امام عاشور. يعني طبعا ما يرضيش ربنا خالص ان الناس تطلع تقعد تشتم ويا رب يكون صليبي ويا رب يكون مش عارف ايه. عموما عشان الشماتين يبطلوا شماته وعشان الشماتين يبطلوا هري، والهري كتر قوي قوي قوي، عايزين نقول ان امام عاشور والحمد لله فقط هو كدمه في الساق وهتتعافى من 7 ل 10 ايام وموته بغصبه. تمام. طيب هنقول بقى يا كابتن خالد ان رفض نادي سموحة تعيين الحكم إبراهيم نور الدين للقاء القادم مع نادي المصري للقاء القادم مع نادي الزمالك، ورفض كمان تعيينه في أي لقاء ليه في المباريات في الدوري. إبراهيم نور الدين مين مش هيعمل كده لو أي فرقة في مصر هتلاعب الزمالك والحكم هيبقى إبراهيم نور الدين؟ أظن إبراهيم نور الدين سوابقه بقت مع كل الأندية. يعني دلوقتي ما بقاش الاهلي بس اللي بيعترض على ابراهيم نور الدين يا بريرة واتحاد الكوره، بقى الانديه كلها بتعترض على ابراهيم نور الدين. غير الفضيحه اللي راح عملها بره، ابراهيم نور الدين بقى وصمه عار في الحكام المصريين وحكم الشو الاوحد في مصر. صح ولا لا؟ مش مظبوط. هو بتاع شو يطلع بس كده مبسوط بنفسه فرحان بشعره. لا والاستوريات بيعمل استوريات كويسه وبيعمل برضه ريلز مش وحشه. والله حلو والله حلو. هو ده حكم ولا يوتيوبر طيب ولا بلوجر ولا ايه نظامه؟ هو حاجه غريبه مالهاش علاقه بالكوره. طب نقول بقى خبر الثقيل بقى. فتوح اتعرض عليه 35 مليون جنيه عقد جديد لنادي الزمالك ورفض التجديد. ده الحمد لله، لان احنا عارفين ان الكلام ده حقيقه، واللي هم كانوا بيقولوه ان هو جدد. هو ده مش كابتن طارق السيد طلع وقال ان الموضوع منتهي وفتوح الموضوع منتهي وفتوح خلاص كده الموضوع خلص معاه وفي رجل اعمال بيخلص فتوح وزيزو وهو يا كابتن طارق يا سيد اي كلام في اي كلام. وهم دول مش عايز اقول الزملكاويه بقى، يعني خليهم يقول ايه، هم دول اللي عندهم. بص مش الزملكاويه، هم الزملكاويه اللي على قناه الزمالك. يعني خلينا نتكلم صح. بس حتى ما بنتكلمش عن يعني هم يعني اللي على قناه الزمالك وما شابهها. طب ورضا عبد، ما انا بقول لحضرتك اهو وما شابهها. طب محمد فضول اهلاوي المفروض يعني اسما ده مش اهلاوي. يعني ما انا بقول لك يعني ده مش اهلاوي. رضا عبد العال قال لك فتوح هيخلص مع الزمالك. عارف كابتن حلمي طولان طلع قال ايه؟ وطلعوا الزملكاويه شتموه. الزملكاويه اللي بصراحه ربنا انا من وجهه نظري فكرهم في الكوره محدود جدا جدا جدا.
قبل ما اقول لكم كابتن حلمي طولان قال ايه، ما ننساش الشيرات واللايكات والسبسكرايبات والحبشتكنات يا حبايبنا يا اهلاويه، ولو في من الزملكاويه حد احنا عاجبينه برضه ما ينساش برضه الحبشتكنات والشيرات واللايكات والكلام دوت، ويبقى سند مع الاهلاويه لينا يعني. روقوا على اخواتكم يا جماعه، روقوا على اخواتكم. كابتن حلمي طولان قال انه لو هو مكان فتوح او مكان زيزو مش هيكمل في نادي الزمالك. ليه؟ اللي اللاعب يبقى عنده سي في، عاوز يعمل لنفسه سي في علشان لو هيحترف او علشان لما هيخلص يدرب او يشتغل في المجال، يعني ده اكل عيشه. فالنهارده انا هشتغل ليه في نادي ما باخدش فيه بطوله؟ وجهه نظر. دي وجهه نظر كابتن حلمي طولان. فقال ايه؟ ولا بيراميدز حتى. اللعيبه في الاول فرحت بفلوس بيراميدز، النهارده لما بداوا يعوا بقت اللعيبه مش عايزه تجدد مع بيراميدز حتى مع الاغراءات. وعندنا اسامه جلال مقياس يعني واحد اهوت مش عاوز يجدد مع بيراميدز. ابراهيم عادل لو ما كانش لسه باقي في عقده ما كانش جدد. يا كابتن عمرو، يعني مع احترامي بيراميدز بيشتري اللعيب، هل هيقدر يشتري جمهور؟ ما هو احنا بقى ده اللي احنا عايزين نتفرج مش عليه. هيشتري جمهور. هو اشترى لعيبه وبقاله حبه بيشتري لعيبه. عرفت تشتري قلوب الناس؟ دي نقطه مهمه جدا. الاهلي بقاله اكتر من 100 سنه مع قلوب الناس. انت بقالك قد ايه؟ انت اتعملت علشان ترازي في النادي الاهلي. الله ينور عليك. اقسم بالله. بمناسبه بقى الصدق، يعني عايزين نقول خبر صادق، احنا اهو اهلاويه وطالعين نقول خبر يعني هنهاجم فيه لاعب، مش هنهاجمه، هنقول كلمه الحق. مودست، هل مستواه كويس او مستوى مهاجم النادي الاهلي؟ لما يرجع لمستواه يا كابتن خالد، لا مستوى حاليا مفيش لعيب يا كابتن خالد هيقعد اكتر من 6 شهور ما بيلمس كوره وهو مهاجم. الله ينور وسنه عليك. 35 سنه ويرجع يبقى سوبر هيرو. الله ينور عليك يا ده مش كابتن. موجود. واللي انت بتقوله ده هو اللي نفس كلام مستر مارسيل كولر. ما هو قال ايه؟ منطقي. قال ايه مارسيل كولر؟ قال يا جماعه انا واثق ثقه تامه في اللاعب وما تحكموش عليه دلوقتي، محدش يحكم عليه، هو لسه برنامجه التأهيلي او البرنامج التدريبي بتاعه مستمر. اثناء ما الفرقه هتكون موجوده في بطوله افريقيا هيكون اللعيب لسه البرنامج التمريني بتاعه مستمر علشان يرجع تاني، لانه فتره طويله زي ما انت بتقول اكتر من 6 شهور ما بيلمس كوره. بالظبط. لكن خلى عنده مشكله في اللياقه البدنيه، خلى عنده مشكله في زياده الوزن، خلى عنده مشكله. يا جماعه بصوا يا جماعه، الموضوع زي اكيد يا كابتن خالد الناس يعني بس اكيد انت فاهم قصدي. احنا عايزين نتكلم، بس انا عايز اتكلم برضه عشان الناس تبقى فاهمه. الاهلاويه يا جماعه، الاهلاويه لما يبقى واحد كده قاعد بيذاكر انجليزي ويقعد فتره كده ما بيتكلمش مع حد وما بيعملش حاجه، يحس ان هو محتاج يتصنفر. عارف الصنفره؟ الله ينور عليك. فهو بالظبط كده، ده واحد بقاله 6 شهور ما لعبش كوره، ما لمسش كوره. حد كان بيلعب في بروسيا دورتموند مع يعني في الدوري الالماني، وما ادراك ما الدوري الالماني. تقول ان الرياضه براكتيكال، لازم لازم يبقى في على طول متمرس وبراكتس وبتاع، لازم يتدرب، لازم يبقى دايما في تاهيل، لازم يبقى دايما رجله في الملعب. الموضوع تمرس في الملعب، يعني كتر لعب. فالناس اللي عماله بتعترض على مودست، انا لا اعتقد خالص ان احنا من حقنا ان احنا نقيمه، ولو هنقيمه الراجل جاب جول في تاني ماتش يلعب. فمعلش بقى مع كامل احترامي، جت بقى خبطت ودخلت، بس ادينا بنقول كلمه الحق. جاب الجول. بنقول كلمه الحق. هو حتى الان لسه ما قدمش المستوى اللي احنا كجماهير اهلي بالظبط وكجماهير الفانيلا الحمراء مستنيين. بس هل لمسته احنا مش هنعمل زي ناس ونقعد نقول لا هو ما زال لاعب حلو جدا، هو ما زال. لا بس النقطه فيها كوره، ولمسته للكوره فيها كوره. احنا بيستلم وبيحجز كويس. احنا كجماهير اهلي دايما طماعين شويه، متعودين على مكسب، متعودين على مكسب ال3 وال4. طب ما انت بتكسب 3. انا عارف يا كابتن عمرو، بس احنا دايما يعني يعني عايزين اللي عملوا بيرسي تاو مثلا يعملوا ايه؟ يا جماعه، ما لو كل لعيب في الاهلي عمل يعني كل مره جاب لك جولين وثلاثه، يبقى انت المفروض تطلع كسبان 20 كل ماتش. الله ينور عليك. ما يعني هم 10 لعيبه والجول. فنصبر بس يا جماعه. ويعني ادينا كلنا فاكرين فلافيو، الناس الكبيره اللي فاكره يعني فلافيو، الناس
اللي فاكره احسن هيدر جه في تاريخ الاهلي صلى وتقريبا في تاريخ الكوره في مصر. يعني احسن هيدر انا شفته في حياتي بصراحه. يعني نصبر عليه شويه يمكن يبقى حاجه جامده جدا. وبالمناسبه مننا هو بنتكلم على موديست، هو هيلعب اول مباراه افريقيه ليه مع الاهلي ان شاء الله المباراه القادمه اللي هي هتبقى يوم 20 اكتوبر القادم ان شاء الله. دي اول مباراه افريقيه هيلعبها موديست مع النادي الاهلي باذن الله. باذن الله نشوف مستوى بنتمنى له كل التوفيق. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق وكل الدعم مننا للنادي الاهلي. عايز بقى كابتن خالد يعني قبل ما اقفل الحلقه كان في حاجه كده محضرها كل الاهلاويه قبل اي حاجه ما ينسوش ما اللايكات ينسوناش والشيرات والسبسكرايبات والحبشتكنات، علشان يا جماعه الحلقه بتاعتنا ما بتوصلش من غير دعمكم. كل لايك بتعملوه بيوصل الحلقه بتاعتنا لجمهور النادي الاهلي اللي احنا مستنيين منه كل الدعم. انا بقى في حاجه محضرها من قلبي للكابتن محمود معروف اللي كان بيحكم مباراه الزمالك اللي فاتت. عايز اقول له يا كابتن محمود معروف ان بين العدل والظلم شعره، وبين الحقيقه والخيال قرار، وبين الرعونه والحكمه اختيار. ليه يتدمر على ايدك كل انواع العدل في الشوط الثاني في مباراه الزمالك؟ ليه؟ الله ينور عليك. ليه تعمل كده مع البنك الاهلي؟ ليه بتطرد لعيب ما عملش اي حاجه واحنا عايزين حضرتك تطلع تقول لنا عمل ايه اللعيب ده؟ حتى الان انا صبرت كل ده عشان اشوف حد هيطلع يبرر طرد لاعب البنك الاهلي ولا محدش هيطلع. حتى الان ولم يتم التبرير. ما نعرفش اللاعب عمل ايه. انا عايز اعرف اللاعب ده عمل ايه يا ظالم. مين اللي هيوجه العقوبه دلوقتي؟ يعني امين عمر اتعمل له ايقاف 4 مباريات. ما هو عشان امين عمر كان غلط في حق الزمالك، تمام، لكن الراجل ده غلط للزمالك فيتشعر راسه. ده الزملكاويه عمالين يقولوا انه اتظلم. والله اقسم بالله لولا محمود معروف لكان الزمالك طلع الماتش ده خسران بالثلاثه. انا وجهه نظري من وجهه نظرك يعني قلبا بالثلاثه قلبا وقلبا. وهنتفرج على القادم. ده دي نقطه. يكفي في الشوط الاول كوره يا جماعه قدام الجول، لاعبين من البنك الاهلي قدام الجول، الحكم صفر فاول وما اداش ادفانتج، ما اداش اتاحه الفرصه. واللاعب انفراد. لاعبين على لاعب وفي لاعب واقع، هتدي اتاحه الفرصه ولا هتصفر فاول؟ القانون بيقول هو بينقذهم بالفاول. انت كنت عايز تدي انذار، طب ما تمشي الهجمه يا عم الحكم المحترم وبعد الهجمه ادي الانذار. لا بقى الموضوع ببجاحه. يعني الموضوع بقى بجاحه، والله بجاحه. خد بقى البجاحه الاكتر، خد بقى ايه اخر بجاحه هقولها لكم. رابطه الانديه رابطه الانديه ديكور بتقول او بتاخد هدف شيكابالا كاحسن هدف في الفتره اللي فاتت. هي كوره شاطها جول جابها جول. طب بالنسبه للجول اللي جابه الشحات، بالنسبه للجول اللي جابه الشحات واللي فيه كعب من امام عاشور وفي جمله في جمله. طب والسرور اللي عمله كوكا، يعني في اهداف كتير جدا. هو ايه يا جماعه؟ هو مقياس الجون عندكم ايه؟ ولا هي اي مجامله عشان يبقى الزمالك طالع بحاجه؟ لا يا سعاده الباشا، اي حاجه علشان يبقى شيك بيحاولوا يعملوا اي تاريخ لشيكابالا. وبعدين رئيس رابطه الانديه اللي انا مش عايز اقول اسمه، والله العظيم انا مخنوق منه لدرجه ان انا مش عايز اقول اسمه. خلاص مبروك عليكم يا جماعه، تاريخ جديد لشيكابالا ان هو خد احسن هدف الاسبوع ده يا جماعه. بقى اسطوره الهدف الاسبوع دوت. الف مبروك. طبعا كان قبل كده فانيله كريستيانو برضه معمول لها. الاخ احمد دياب بقى الله يبارك لك ويبارك لنا فيك. ممكن بعد اذنك ما تترشحش تاني؟ ممكن لو سمحت، يعني انت خدتها بالتزكيه ومحدش اترشح، ممكن بعد اذنك ما تترشحش تاني؟ وممكن بعد اذن اللي بيقول لا بعد اذنك اترشح ما يقولكش اللي بعد اذنك اترشح تاني خالص، عشان انت ممل انت والاخ اللي بيقول لك تترشح. بعد اذنك لو سمحت، شاكرين لذوقك. عايز تقول حاجه بقى يا كابتن خالد قبل ما نقفل الحلقه؟ عايزين بس نوصي الاهلاويه علينا، ما تنسوناش في الدعم يا جماعه، الدعم لاخواتكم الاهلاويه عشان الاهلاوي للاهلاوي يا كابتن. الاهلاوي للاهلاوي سند وهيفضل سند
وهنفضل سند لبعض طول ما احنا اهلاويه وطول ما احنا بنشجع وعلى صدرنا شعار النادي الاهلي اعظم نادي في الكون بطل القرن وتقريبا اكتر نادي حاصل على بطولات بعد ريال مدريد في العالم. بنتمنى لكم كل التوفيق وبنقول لكم ما تنسوناش في دعمكم لينا وخلي بالكم من نفسكم عشان احنا يا كابتن خالد بنحبكم وهنفضل دايما بنحبكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.